سي صهيب، السلام عليكم. السلام. مرحبا بك معنا. الله يجازيك بخير. كلشي بخير؟ الحمد لله سيدي. مزيان؟ لله الحمد. مرتاح؟ كلشي وهذاك الحمد لله سيدي. الله يكرمك. وقبل ما نبداو ايفيدامون بغيوك تعرف براسك. يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، الاسم صهيب أمال. العمر 22 سنة، يلا كملناها غير مؤخرا. حاليا طالب في السنة الأولى، سيكل دانجينيور في ليكول ناسيونال دي سيونس جيوغرافيك في باريس فرنسا. هذا ما كان هادشي اللي كاين. وحقيقة بغيت نسولك واحد السؤال، جوج اسئله عندي. مرحبا، خذ راحتك. الاول عادي نسولو لك، اييه والثاني شويه غيحرجني. ماشي مشكل، ما كاينش الاحراج. شوف، اول حاجه نحطها حنا في هذه الحلقه هو ما كاينش جراوند الاحراج. خذ راحتك، لك كامل الصلاحيات. ملي كتقول شي واحد عندك 22 عام كيتيق ولا ما كيتيقش؟ كما كنقولوا كتقولها، كنت كتقولها الوالده شحال هادي، كتقول لك راه صايب راه غير هازين رجلي، فهمتي؟ غير شويه كما كنقولوا كنبانوا كبار على لاج وصافي. ما راه اثنين اولاد 2003. ياك ماشي انا اللي درت ملاحظه. لا لا، ولا هذا في محله يا سيدي، في محله. السؤال الثاني، اسم الكنيه ديالك ما كتخلقش لك مشكل؟ هذا السؤال ديما كنسمعو دابا، خصوصا انه في التركيب ديال السميه جا شويه في شكل. دابا صهيب وامان. صهيب واحد السميه اللي ما كثيرش بزاف عندنا في المجتمع في المغرب. السميات اللي مكثار راهم معروفين، مثلا بحال حمزه، بحال امين، بحال محمد، بحال دونك صهيب زايد امال. دونك الانسان ملي كيسمع السميه كيتخيل اول حاجه بنت، ماشي؟ خلقت لي مشاكل زعما حتى في القرايه. وكانت كاع في المغرب، كانت واحد الوقيته كنت انا والوالد كانت كتوصلنا ديما في عيد المراه، كتصيفط لنا اتصالات المغرب، ميساج كتقول لك اتصالات المغرب تتمنى لكم عيد مرأة سعيد. علاش ديروا شي مشكل؟ عادي متجاوز. انا في الاول كنت كنسمع امان. امان. امان بالنون. بما زعما لا بالنون وامان هو الماء بالامازيغيه. لا انا كان زعما الامان باللغه العربيه، ولكن ملي سمعت امال قلت راه وقيلا ما سمعتش مزيان. صافي من تما بغيت نسولك، انا قلت عندك كيكون كيتقلق. هي هذيك. لا لا، الله يهدي مرحبا. مزيان يا سيدي. وسيدي شكرا على تلبيه الدعوه. الله يهدي سيدي، مرحبا. انتم اللي كنشكركم سيدي على الدعوه. صحفتينا. الله يهدي سيدي. الفكره جات انه ديما كنتناقش انا وياك في المواضيع ديال التعليم وديال التوجيه الى اخره، بحال قلتي انت كتشتغل في هذا الشيء وغادي نهضروا عليه من بعد. ان شاء الله تعالى. فجات الفكره ديال علاش لا من زعما ما نصوروش، وديك الساعه يستافدوا الماكسيموم ديال الناس ان شاء الله. ان شاء الله تعالى. الله يحفظك يا سيدي، شكرا. مرحبا، الله يهدي سيدي على الرسول. المواضيع اللي غادي نهضروا عليها هي عندها علاقه سبيسيالمون بالتعليم، ونحاولوا نهضروا على التعليم الابتدائي، الاعدادي، الثانوي، والتعليم ما بعد البكالوريا، ونحاولوا نهضروا على المشاكل ديال الشباب وديال الاجيال ديال الجينيراسيون، كيفاش هذا الجيل الجديد وعلاقته بالتكنولوجيا. المهم ان شاء الله نحاولوا نهضروا على بزاف ديال المواضيع مختلفه. السؤال الاول اللي نقدر نسولك، ولا النقطه اللي غنقدروا نتناقشوا فيها، هي هذه المساله ديال الاجيال. دابا مثلا انا يزيد في 92 كان محسوب مع الجيل ديال الألفية. كاين ديما كنبقاو حنا نقولوا على راسنا الجيل الذهبي، حنا عشنا بزاف ديال الحوايج ما عاشوهاش زعما الناس اللي جاو من بعد. ولكن في نهايه المطاف كتلقى راه تقريبا كنعيشوا نفس التجارب. فعلا. فبغيت نسولك، زعما انت دزتي في 2003، كيفاش داز الطفوله ديالك مثلا؟ الطفوله ديالي راه كيما احنا كيما نقولوا جيل ديال 2000 و2001 2002 2003 عليه. صراحه الطفوله، انا بعدا احنا ماشي جينا في البدايات دي كيما نقولوا ديال التلفازه وهذه، كان مازال التليفون كيما نقولوا ما استفحلش بعدا. دونك استمتعنا بالطفوله كما ينبغي. يعني انت فاش وصلتي انا جيت في الدقيقه 90. فاش وصلتي تقريبا 10 سنين وبديتي كتوعى وكتفاعل مع المجتمع، ديك الساعه كانت 2013. يعني لقيتي سمارت فون، لقيتي فيسبوك، لقيتي لقيت هذا الشيء. ولكن انا كبرت في عائله اللي الوالد رجل تعليم. كان هذا الشيء ديال التليفون وكذا انه كونتر ديالو. دونك كان حنا ديك الساعه في ديك الوقيته انا ما كان يعني ما خلاش لكم. لا، ما كان عقلش. لا، ما كانش لاكسيلياج. والحمد لله كانت هذه من المزايد، لانه استمتعنا بالطفوله كما ينبغي. انا كنت كنعقل، لازلت اتذكر زعما في الطفوله انه دوزنا كره. هذه ما كره، فهمتي؟ كتخرج من المدرسه كتجي كره، كتمشي عاوتاني البيت طرومبيه. يعني كاع الالعاب الشعبيه، اللعب ديال الغميضه ديال كذا يعني كاع الالعاب الشعبيه الحمد لله دوزناها، فهمتي؟ وهذه يعني كما نقولوا حنا جينا وكان ديك الساعه حتى واخا كانوا لي سمارت فون زعما ما كانش
حتى كل شيء زعما ماديا وكذا ما كانش عنده لاكسي ليه، فهمتي، بهذا الشكل اللي راه كاين دابا، فهمتي هذا الشيء اللي دونك نقدروا نقولوا انها الطفوله ما اختلفاش بشكل كبير على الجيل اللي قبل، يعني كانت كره، رسوم، زعما تفرج التلفازه مع العشيه والى اخره. نهضروا شويه على التعليم العمومي. قريتي في مدرسه عموميه ولا خصوصيه؟ التعليم اللي قريت فيه انا قريت في مدرسه عموميه تقريبا حتى الرابع ابتدائي. ديك الساعه كانت ديسيزيون ديال الوالد انه يحولنا لمدرسه خصوصيه، واحد المدرسه كانت رائده في ديك الوقت. دونك دخلت قريت غير الرابع والخامس، ومن بعد رجعت للمدرسه العموميه وكملت طيله المسيره في المدرسه العموميه. المدرسه العموميه يعني انت بالنسبه لك كتعتبر راسك منتوج ديال المدرسه العموميه، ديال المنظومه التعليميه اللي خرجنا منها كاملين. فهذيك الاربع سنين الاولى باقي كتعقل عليها مزيان كيفاش دازت ديال الابتدائي؟ الصراحه 4 سنين الاولى انا دوزتها في الباديه، دوزتها في الباديه. دونك حتى انا كبرت 10 سنين الاولى في حياتي كامله عشتها في الباديه بحكم تاع الوالد ديالك في التعليم. دونك كديبلاصا معاه، فهمتي. دونك في الاول كان العمل ديالو في واحد الباديه قرب مدينه قلعه السرانه. الباديه بالضبط سميتها فرائطه. انا بالنسبه لي هذه دوله ماشي باديه. تما عشت، تما فين ترعرعت وتما فين كبرت، وتما كما نقولوا فين تشرب دوك المعاني ديال ان حتى عند العرب شحال هذه كانوا راك عارف لا كانوا ديما كيصيفطوا الابناء ديالهم انه كيترعرعوا في الباديه، كيكبر على ديك الصلابه وديك الجو ديال الباديه. الحمد لله حنا اتيحت لنا الفرصه اننا دوزنا هاد الفتره ديال التكوين ديال الطفوله ديالنا دوزنا في الباديه، والحمد لله حظينا في امتيازات كثيره جدا. من بعد كان انتقال للمدينه، تما دوزت عامين ديالي ديال الابتدائي دوزتها في بريفي، وابخي طلعنا الحسيمه للشمال. قبل ما توصل لي الحسيمه بغيت نزيد زعما ندخل معك في التفاصيل ديال هذه المرحله. دابا فاش قلتي زعما الطفوله عشتيها بواحد الشكل تقليدي بحال الجيل اللي قبل اللي الجيل ديالي، ولكن الخصوصيه في الامر هو انه كنتي في الباديه، ولكن ربما الجيل ديالك اللي تلاقيتي معاهم نتايا فاش مشيتي للبريفي لقيتي واحد الاختلاف. كيفاش كان داك الاكتشاف ديالك لذاك العالم؟ انا شوف، انا نقول لك صراحه، انا هاد القضيه زعما انا عمري رديت لها البال في حياتي. مي كنت كان زعما كان واحد الفارق، فهمتي. كان حتى اللكنه ديال الهضره، اللكنه ديال الباديه كما نقولوا. وكانت في العائله كانت مرارا وتكرارا كيكونوا العائله كيقولوا انت غير ولد العربيه انت غير في العربيه، فهمتي. دونك حتى في العائله كانت كتكون هذه المسائل، ولكن انا كنت عادي، كنت بالعكس كنت اتقبلها. كنت واحد المره كنتذكر مشيت عند واحد العمي للدار البيضاء، وكانوا كيسولوني منين انت، كنقول لهم الفريطه هما كيعرفوهاش، كيقول لهم دير عندنا يعني زعما انا في خلال زعما الطفوله ديالي كامله ما عمرها خلقت لي زعما مشكل. مي كاين هذا الفرق اللي قلتي ديال انه ودي منين تم داك الانتقال من المدرسه العموميه الباديه لواحد المدرسه بريفي كما نقولوا. ديك الساعه كانت احسن مدرسه في الاخر في قلعه السرانه في ديك الوقيته. دونك كان واحد الفرق كبير مع. بغيت نسولك هنايا، بحكم ان المدرسه تكون فيها التنمر بزاف كيقدر يسبب عقاد اللي كيقدروا يتبعوا الواحد زعما حياته كامله، ولكن ما كانوش نماذج اللي تعرضوا للتنمر بسبب انه زعما ماديا كانت الظروف ديالهم ماشي بحال زعما واحد اللي مرتاح، وزعما واش هادشي كتلاحظوه كاطفال في المدرسه، ولا داكشي الطفل بحكم انه دغيا كيتاقلم ما كيحسش بهادشي كامل وصافي تيندمج دغيا على ما اظن انه داكشي كيجي من العائله. حتى هي العائله كتلعب واحد الدور كبير. اذا العائله ربات ولادها على داك مركب النقص من الصغر كيكبر معاه. يعني واخا ملي كنت في الدار كأب ولا كأم كتحقن ولدك بواحد البراد الا ودي انت راه ناقص، يعني في هذاك مركب النقص مقارنه حين كيخرج برا كيلقى انه كاين فرق كبير ما بينه وبين الناس الاخرين. على العكس انه اذا كان الدار انه كيقول له ودي انت راه هذه، وديما كيسمع انه انت ودي راه مزيان وانت راه كذا وانت كذا، ديما كيشوف راسو انه راه كيركز على راسو، يشوف انه راسو راه ما كاينش شي فرق ما بين الاخرين. حيت ما هو الفرق ما بيني وبينك انت؟ كل واحد عنده الخلفيه ديالو، كل واحد عنده فين كبر، كل واحد كبر في واحد البيئه حسب الارزاق اللي وزعها الله تعالى. دونك ما كاينش فرق. بالنسبه لي انا شخصيا كنشوف انه وهذا الشيء اللي كبرت فيه وهذا اللي تربيت فيه. ما عمري كبرت على كما نقولوا على الحسد ولا الحقد ولا كذا. دونك انا بالنسبه لي الاخر لاباس عليه مزيان،
الاخر ما زعما الظروف ديالو قل مني، لقيت شي حاجه باش نعاونو غنعاونو. وبالنسبه لي هما في المدرسه كلهم صحابي، يعني كنتشاركوا نفس القسم نفس الطاوله نفس كذا. منين يمشي هو لدارهم مثلا العطله، هو دوزها مثلا في ايبيزا، وانا دوزتها في عند دار جده، انا لا يغير شيء، لكن غادي نتلاقاو في نفس الطاوله في الاول العام. يعني الخلاصه اللي نقدروا نعطيه هو انه زعما التنمر كاين في المدارس، وهذا الشيء في الاطفال زعما شي حاجه اللي عاديه، ولكن الوالدين اما غادي يكونوا كيشكلوا واحد الحمايه لولادهم بالتربيه ديالهم، ولا غادي هما يزيدوا يساهموا في انهم يعزوا هذيك العقده ديال النقص، وغادي يؤدي داك الشيء لان داك التنمر ديال الاطفال ما يبقاش في اطار اللعب، غيولي كيأثر على الشخص في قرايته وفي تربيته الى اخره. فعلا، يعني كما الخلاصه ديال هادشي ان الوالدين هما اللي يا اما كيربيو عندك ديك المناعه، يا اما كيربيو عندك عقده. كيدمروها لك في مره، وكتولي ملي كتدمر ديك المناعه كتحول لعقده. فهمتي؟ حتى ما يمكنش تحكم في الدراري الصغار داخل المدرسه. حتى الاستاذ ولا الاستاذه الله يحسن العوان 40 واحد في القسم ولا كذا و30 ولا كذا، دونك صعيب هو يكونترولي. راه حنا كنهضروا على الاباء، راه كاين غير دري ولا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه في الدار وكيحمقوا، فما بالك بواحد عنده 40 و 30. دونك هذا الشيء فين كاين. دونك قلتي لي قريتي 4 سنين في الباديه، وكي كانت هذيك 4 سنين من ناحيه المستوى الدراسي، داكشي اللي تلقيتي التعليم في الباديه كي كيبان لك زعما المستوى ديالو مقارنه بالمدينه؟ هو التعليم في البادية كما نقولوا كاينين إكراهات كبيرة، كاين إكراهات لا يمكن نكرانها. فهمتي؟ أول الإكراهات اللي كاينين هو أن الأساتذة الأغلبية كيكونوا كيسكنوا في المدينة. دونك كاين اللي روطار بزاف، كاين الأساتذة اللي كيديروا روطار بزاف، وكاين شي مرات اللي ما كيجيوش، مثلا شي مرات شي ظروف وكذا ما كيجيوش. وحتى إذا جا في كثير من الأحيان كما كنقولوا كيسلتوا بكري. صعيب ان الاستاذ يخدم بواحد التعليم كيف ما كنقولوا على حقه وطريقه. يعني شكون كيخليه اذا لقيتي شي استاذ كيخدم؟ حنا دازوا عندنا امثله ديال الاساتذه، لازلت اتذكر واحد الاستاذه واساتذه كثار. استاذ كان عندي في التحضيري، راه باقي صديق لحد الان، باقي كنتقاوا باقي شحال من حاجه، لازلت اتذكرهم. كانوا كيخدموا ولكن بداك منطلق ديال الضمير، وكانوا عندهم حزازات مع الاساتذه الاخرين، حيت الاخرين كيشوفوهم كيقولوا ودي نتوما بحال بغيتوا مطلعين علينا السوق. فهمتي؟ دونك في التعليم في الباديه مازال كيعاني من اكراهات كثيره. كاين هذا الاكراه هذا، وكاين اكراه اخر ديال حتى الدراري ما كاينش واحد لونغاجمون في القرايه. وهذا اللونغاجمون ما يعني لعده عوامل. كاين الدراري الاغلبيه اللي كتلقى عندهم دي طاش اخرين زعما اون باراليل ديال القرايه ديالو، كتلقاه زعما مسؤول على حانوت، ولا مسؤول على خاصو يمشي للفلاحه، ولا خاصو كذا ولا خاصو كذا، الله يحسن العوان. دونك ما كيخليش داك لونغاجمون. وحتى البنت كتشوف راسها انها اذا قرات صعيب تكمل، يعني في الاخر كتلقى راسها انها غادي توصل لواحد المستوى وكتخرج. دونك كاين اكراهات كثيره في التعليم في الباديه، وكل شيء كما نقولوا كاع الاطراف مسؤوله على هذه الاكراهات. وهذا الشيء اللي انا فاش كنت قريت في الباديه كنت في الكلاس ما كنجي ديما الاول الثاني، كنت ديما كنجي الاول الثاني. ابري ملي انتقلنا مشيت باش نقرا في بريفي، كانوا دوزوا لي واحد تيست وكانوا تيست ديال انهم يشوفوا النيفو كذا. لقاو انه مثلا بزاف ديال المسائل مثلا فرونسي معطل فيها بزاف كذا بارابور. كانت البروبوزيسيون على الوالد كانت انه نعاود عام. يعني انا قريت حتى الرابع في الباديه، يعني نعاود نرجع نستأنف من الرابع ماشي نطلع. بلاتي بغيت نوقفك نسولك دابا المدرسه الحره كتبغي ما كتبغيش تدخل اي واحد الاقرا حتى كدير لي تيست. وهاد المدرسه حيت كانت كما قلت لك كانت رائده. يعني هما باغيين المستوى ديال التلاميذ ديالهم كامل يكونوا كيهزوا بعضياتهم فوق، ما يجيش شي اليمون اللي يقدر يهبط لي المستوى. وقترحوا انك نتايا تعاود العام ديال الرابع عندهم وعاد تكمل. وكانت زعما كان لو شوا الوالد، بغيتي يولي كيقرا في العام الخامس ديالو يدخل العام الخامس، ولكن راه كري له واحد الديكالاج كبير يعني، وبغيتيه يعاود وغيطلع من بازي. فكانت هذيك الخطوه بعد ما ناقشها الوالد مع الوالده وناقشها معايا انا وكذا، كان ارتاح انه يعاود لي العام. وكانت الحمد لله ديك الدفعه الكبيره اللي بنات بزاف ديال الحوايج ابخي. وهاد القضيه اللي قلتي بحال واحد الرساله لاي واحد كيضيع ليه عام مثلا في شي مرحله من المراحل، راه ماشي نهايه الحياه، راه ما يعتبرهاش صافي، راه زعما راه ما عادش تمشي عليه، زعما صافي راه ما يمكنش يراترابي. يعني اي عام في القرايه ممكن يضيع لك في اي وقت. اغلبيه كيضيع عليهم في الباك ولا كيضيع عليهم ورا الباك، ولكن انت دابا مثلا ضاع، ما نقولوش ضاع، ولكن
زعما عاودتي واحد العام في الرابع اللي عطاك واحد الدفعه كبيره اللي تقدر تكلم لنا على دابا. كان الوالد كان عقل عليه، كان قالها لنا بهذا المعنى، قال لك اودي راه السهم ديما ملي كيبغي ينطلق مزيان خصو يرجع للور باش ينطلق، باش تكون ديك الانطلاقه قويه. وفعلا كانت لا بروجيكسيون ديال هذا المثال على الواقع هي هذاك الشيء اللي وقع. وكانت هذاك العام كان عقل، كنت كلاسيت في القسم تقريبا الثاني العام الرابع. في العام اللي عاود. وكنت ركزت على شي حوايج اللي كان عندي فيهم نقص، بحال الفرنسي كنت والو كاع. كانت واحد الدفعه. وهذاك العام الخامس بالضبط والعام الرابع كان لعب واحد الدور كبير، حيت تما فين بزاف ديال الحوايج استفدتهم تما، وتما فين انفجروا بزاف ديال المواهب، وتما فين مشيت مع الميولات ديالي انا اكثر بفضل ديال واحد الاساتذه اللي كانوا لازلت اتذكرهم. كان واحد الاستاذ راه الاسم ديالو اسماعيل شقر، ما عرفتش الا كتاب اللي يشوف هذا الفيديو نزول لي التحيه. تنزلوا التحيه. كانوا اساتذه اللي فريمون كانوا كيهتموا به. كنا كنقراو عنده في القسم، يعني بحال كتقرا داخل كما نقولوا داخل المجتمع. كنا كندربوا على اعمال اخرى، مسرحيات. وكنا اللي عنده شي موهبه الغنى كيغني، اللي عنده موهبه الشعر كيدير الشعر، اللي عنده موهبه الكتابات كيدير الكتابات. يعني كان واحد الاجواء زعما لا يمكن وصفها. انا بغيت نسولك واحد السؤال، هو هذا الاستاذ اللي ذكرتي دابا بخير كيدير لكم الانشطه الى اخره، واش هو مجهود ديالو هو شخصي ولا حتى المدرسه حتى حره وكيخلصوا الناس فلوسهم كيفرضوا عليه يدير هذه الانشطه؟ لا، هو كاين واحد الكادر باش كنت كتخدم ديك المدرسه، مي كانت الانيشياتيف ديالو هو، حيت واخا لو كادر اللي كانت كتخدم به المدرسه كان هو زايد على الاساتذه اللي كاينين. دونك المدرسه اصلا قبل ما تدخل كتقول لك ودي حنا كيفاش بغينا نخدموا، مي هو كان زايد شويه على الاساتذه الاخرين. يعني كان داكشي كيديروا عن حب، كتلمس فيه انه كيمارس المهنه ديالو عن حب ديال بصح كيبغي الكون ديالو انه هو استاذ. فهمتك. دابا باش ما ندوزوش واحد المغالطه وغادي غالبا غيكونوا كيتصنتوا لنا الناس ديال التعليم هنا، يقدر الا خلينا الهضره بحال هكا ودزنا للنقطه الثانيه غيتفهم بحال راه الاستاذ هو اللي مسؤوليته انه يدير واحد المجهود ويخدم مع دوك الوليدات بحال كيف ما كانوا الناس معكم في الباديه، شي وحدين كيديروا المجهود شي وحدين لا، وهذا الاستاذ عاوتاني كيدير معكم مجهود في مدرسه حره واخا هو ما مطلوبش منه. يعني حنا ركزنا على الاستاذ، ولكن واش المنظومه التعليميه كتعاون هذا الاستاذ الا بغى يدير هذه المجهودات ولا بغى يخدم بشكل عادي مثلا بالنسبه لك؟ شوف، هو المنظومه التعليميه في المغرب ولا حتى برا المغرب واحد المنظومه اللي زعما عالميا منظومه اللي جافه جدا، واللي كتركز على المعلومه دون التركيز على انها تبني شخصيه الانسان وتبني. حنا دابا الا جيتي تشوف في الاصل ديال التعليم عندنا حنا في المغرب، راه الوزاره اللي شاده سميتها وزاره التربيه والتعليم. دونك الاساس من المدرسه هو واحد التربيه قبل انه يكون تعليم. ملي كنقولوا التربيه كنقولوا انك خاصك تهتم بكاع الجوانب ديال التلميذ، يعني كل ما هو عنده علاقه بالتلميذ خاصك تهتم به. وللاسف هادشي ما كيوقعش. احنا كنشوفوا انه الدور ديال المدرسه هنا كتشارجيك بواحد المعلومات، يعني بحال كتشد واحد كارت ميموار وكتشارجيها والمطالب منك انك في لو جور جي ترجع داكشي اللي عطاوك. يعني هذا فقط، يعني ليست هناك واحد، ما كاينش واحد الكرياتيفيتي، ما كاينش. يعني كاين خاصنا نتبناو واحد النوع ديال الابداع ونفتحوا الباب للطاقات. يعني بزاف ديال الدراري كما نقولوا تقمعات المواهب ديالهم داخل المدرسه، ما فجروش الموهبه ديالهم داخل المدرسه. يعني كيلقى هو انه خاصو يمشي يدخل المدرسه يجلس في الطاوله يسكت وينتبه. دونك ما كاينش واحد المواكبه للعصر، ما كاينش واحد فسح المجال للكفاءات وفسح المجال. حيت منين كنقولوا الكفاءات راه ماشي غادي تسنى حتى تكبر ودير دي بروجي وكذا عاد تقول فلان راه كفاءات تكتشف من الصغر. كيف ما كيديروا مثلا في الكره. مثلا انا وانت كتعجبنا الكره وبزاف الناس كتعجبهم الكره، المواهب ديال الكره انت كتكتشف تقريبا 12 عام من الصغر. يعني كيفاش الدري كيقيس كره، كيفاش كذا كتكتشف وكتبنى ديك المواهب ديال الكره، كتبناها وكتطور منها حتى حين كيعطيك شي لاعب اللي هو كبير جدا وكذا. هادشي اللي كيوقع في البرازيل وكيوقع في دول كثيره. دونك يعني اذا انت جيتي تكتشف الموهبه ولا هو عنده 26 عام 27 عام، دونك غير خليه ترونكيل، فهمتي؟ دابا هادشي اللي كيوقع انه بزاف ديال المواهب داخل المدرسه لا تكتشف، وهنا بسبب ضعف الانشطه الموازيه في المنظومه التعليميه ديالنا حنايا. تهتم للذكاء
فهمتي؟ في حين انه حنا ما خصناش نهتموا للذكاء اكثر من اننا نهتموا للرشد. خصنا نبنيو انسان راشد. وما الفرق بين انسان ذكي وانسان راشد؟ انسان راشد هو اللي كيعرف كيفاش يتصرف في ذاك الذكاء ديالو، وكيعرف كيفاش يتصرف في دوك المواهب اللي تعطات له. وهنا فين جاء قول الله تعالى: فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم. دونك ما هو تعريف الرشد هنا في السياق ديال الايه؟ هو انه حين كيوصل داك الدري لواحد المقام اللي كيعرف هو كيفاش يتصرف في داك المال. دونك الرشد اللي كنهضروا عليه حنا دابا هو كيفاش يتصرف في داك الذكاء. دونك حنا خصنا، عطيتيني بزاف ديال المعلومات، بزاف ديال الحوايج. خص اون بارال ديال هادشي توري شكون ربيتي داك الجيل كيفاش يتصرف في داك الشيء، كيفاش انه يعني احنا خصنا التركيز على التربيه اون باراليل مع التركيز على التعليم. ماشي دابا هذا هو المشكل، منظومه تعليميه جافه جدا، يعني كما نقولوا حبر على ورق. يعني خص الدري ينجح لينا في الامتحان ابري، سواء الامتحان السادس ابتدائي اللي كنهضروا عليه، سواء الامتحان الجهوي ديال التاسع، سواء الامتحان الجهوي ديال السيزيام، سواء الامتحان الباك. نفس استراتيجيه تطبق على كاع جميع هذه المراحل التعليميه. دابا باش نعطي واحد الخلاصه وندوزو للنقطه الثانيه، هو المنظومه التعليميه هي منظومه فاشله. هادشي بالاتفاق ديال اي واحد، ماشي انا اول واحد ولا انت اول واحد غادي يقول هذه. يعني الناس الاختصاصيين والناس اللي كيناضلوا دابا على ودي التعليم راه كيتكلموا على هادشي بالارقام والاحصائيات. هي منظومه غتخرج لنا غير المشاكل. ولكن مع ذلك زعما الاساتذه بحكم الظروف ديالهم اللي زعما لا حول ولا قوه الا بالله، انا كنقول خاصهم يناضلوا على حقوقهم، خاصهم يطالبوا بحقوقهم. ولكن في نفس الوقت اي مجهود ولو بسيط دار يقدر يعتق واحد الوليد ولا واحد الجوليات ولا واحد ثلاثه، وداك الشيء غيتحسب لذاك الرجل التعليم في ميزان الحسنات ديالو. الله يحسن العوان، صعيب، ولكن الا دار واحد المجهود بسيط راه هو اللي غادي يتجازى عليه. الا تسنى المنظومه تعطيه راه ما غاديش تعطيه. ولكن مع ذلك خاصنا نناضلوا باش نبدلوا زعما المنظومه التعليميه. هادشي اللي كيبان لي، والله اعلم. لا، هو فاش احنا لا ننتقد المنظومه التعليميه انتقاد زعما باش اننا نقصوا منها ولا كذا. بالعكس، احنا نهدف الى ذاك الانتقاد، ذاك النقد البناء. ملي كنقولوا انه ملي كنتقدوا حنا المنظومه التعليميه بهذا الشكل، راه ماشي غير عندنا حنا في المغرب، راه حتى على خارج المغرب. ولكن راه حنا في هذا الفشل ديال هذه المنظومه راه كلنا مساهم فيه انا كتلميذ، متساهم فيه الاسره ديالي، كيساهم فيه المجتمع ديالي، كيساهم فيه العائله الكبرى ديالي. يعني كلنا مساهمين فيه. حتى الاباء في هذا الوقت نشاغلوا بتامين الارزاق اكثر من تامين الاخلاق. كنلقاو انه الاب ولا الام برا كيجري كيقول لك انا نجيب له نوفر له كل شيء وكذا، هو ديك الساعه دبر راسو. ولكن سال الاخلاق كيضرب كل شيء في الزيرو. كتلقى انه كيطلق الولد ديالو برا وكيخليه ما كيتسوقلوش. وكيمشي داك الولد، راه داك الولد صعيب، راه طاقه كبيره، صعيب انك تقيديها اذا جيتي متاخر. خصك من الاول تورينتيها، يعني من الاول انك ترد لها البال. حنا ما نتسناوش من المدرسه انها غتعطينا هي واحد النموذج ديال واحد الدري اللي هو كما نقولوا تسنى منه شي حوايج اللي هي كبيره. داك النموذج كيبدا صنع محلي ديال الاسره، كيبدا صنع محلي في النواه ديال المجتمع اللي هي الاسره، عاد كيخرج ويسقل في المدرسه. دونك حين انا كنصيفط واحد النموذج اللي هو مازال في البناء زيرو، اشنو غنتسناو؟ واش المدرسه عندها اساس سحريه باش انه دونك حتى الاباء عندهم واحد الدور في هذا الشيء. يعني انا كنامن الولد ديال الارزاق، ولكن او ميم طون نركز له على الاخلاق ونركز له بزاف ديال الامور في هذا المجال. يعني احنا كنلقاو الاباء كيقول لك وانا كنجيب له وكندير له، هو ديك الساعه حنا اللي علينا كنديروه وكذا، وكينسى تماما الجانب التربوي. في حين انه حتى كيوصل لواحد لاج ديال العشرينات ولا كذا، وعاد كيبدا يتحسر، كيقول لك انا الولد ديالي ما خرجش كيفاش بغيته، ولا انا البنت ديالي ما خرجش كيفاش بغيتها. انت كنتي شريك في هذا الشيء. يعني هذا الشيء ماشي كنقولوا حنا الزيار، ماشي خاص الزيار، لا، خاص المصاحبه. حتى الامهات راه كيلعبوا واحد الدور كبير. دابا حنا هذا الوضع اللي كنشوفوا كيعيشوا الشباب حاليا هو نتاج ديال واحد التفكك ديال الاسره. ملي كنهضروا على انه التفكك ديال الاسره، ما كنهضروش على المشاكل ديال الطلاق وكذا، بحين انه كنهضروا انه الاسره لا زالت في نفس المنزل ولكن مفككه. دابا كنلاحظوا انه الامهات ديالنا خرجوا للعمل بكثره، والاباء ديالنا كما نقولوها اللي كيدير جوج خدمات اون باراليل اللي كذا، وحنا كنمضيو نصف الوقت على برا الدار او اكثر. وحتى ملي كتجي للدار كله فين شاد، كله شاد التليفون في واحد القنت، كله واحد الحاجه. دونك حتى داك التواصل اللي كان شحال هذا داخل المنزل، حنا لازمنا
كنتذكر انا لحقت على هذا الشيء وباقي كنعيش فيه لحد الان، انه كتجمع الاسره ديما في الليل. شحال هذا كانت التلفازه حتى دابا باقا التلفازه كيتجمعوا عليها واحد البلا ديال العشاء كما كنقولوا، وكيبقاو يهضروا وشنو درتي انت وشنو درتي انت وفين مشيتي انت وهذه، وكيبقى ولا ما كانش هذه وما كانش هذه، وكيبقى واحد النقاش. هذاك النقاش اللي كيقوم داكشي اللي دار في النهار وكيعطيك واحد الدفعه للغد، وكتلقى انه عندك واحد الجهه تنصت لك. في حين انه دابا ما بقاش هذا الشيء في كثير من الاسر، الا من رحم ربي ما بقاش هاد اللحمه هذه. يعني ولا واحد التفكك داخل المنزل. هاد التفكك اللي داخل المنزل هو اللي كنلقاو نتج عليه بزاف ديال المشاكل اللي حنا دابا واحدين اننا نعالجوهم. هنا نحلوا واحد القوس ومنه ندوزوا للمرحله الثانيه زعما من الدراسه اللي هي الاعدادي. فاللي فهمت من الكلام ديالك هو انه هذاك مثلا في مرحله المراهقه ملي كيتحركوا الهرمونات وكيوليو ما كيبقاوش زعما الولاد ما كيبقاوش اطفال، تيولي شويه خصو واحد العزله، ما كيبقاش فاهم راسو، ما كيبقاش فاهم المجتمع على حسب ثاني الظروف اللي كيعيش فيها. فإلا ما كانش داك التواصل المنصور في الاسره انهم كيتجمعوا كيتواصلوا مع بعضياتهم بواحد العمق ماشي غير بروتوكول، يعني كيكون داك الاب عارف ولده المشاكل اللي تعيش فيها، الام حتى هي عارفه ولادها، وملي كيوصلوا للمرحله ديال المراهقه الله اعلم كيتغلبوا عليها كاملين كاسره. فما كرهتكش زعما تعاود لي على هاد المرحله ديال الانتقال من الابتدائي للاعدادي، مرحله المراهقه، مرحله ديال اكتشاف الذات، كيفاش دازت عندك؟